اعتقد نوع من الشجاعه هذه، لانه بحال اللي كنقولوا اذا احسنت اقول لك احسن، اذا اسات اقول لك اسات. في الدوحه ما تلاقيتيش مع حفيظ الدراجي مثلا هذه المره؟ بالصدفه التقينا واحد المره في حيت عندنا واحد المجلس خاص بالمحللين وبصحاب البرامج كنلتقيو فيه كاملين، وايضا المعلقين. جاء مره وسلم عليه بكل ادب. انا كتعرف الاخلاق المغاربه، عادي. سلمت عليه بطريقه عاديه وانتهى الامر. انا موقفي منه واضح، هو يعرفه جيدا، وإن سأل نفسه غادي يسأل نفسه بكثير من التأنيب. علاش؟ لأنني أنا أول واحد، وأنا أعرف حفيظ الدراجي منذ 25 سنة. هذه الوشاية اللي عندي بأنه سبق لك تلاقيتيه وكانت 25 سنة وحضر مع منتخب الجزائري للصحفيين الرياضيين، وجرينا مباراة ودية في مراكش، والتقينا في جلسات حميمية، وكنت ألتقي أيضا في البين سبور لما كنا كنعملوا برنامج المساء الرياضي، ثم أيضا التقيته في كثير من المناسبات. فبالتالي عملية الانقلاب هذا أنا شوف ما ضرنيش. أنا كمغربي أنا أعرف نفسي، عاش من عرف قدره. كمغربي عاش من عرف قدره. احنا المغاربة نعرف أنفسنا، ما محتاجش شي واحد عاد يعرفني بنفسي. أنا أعرف نفسي لنفسي قبل أن يعرفني بها الآخرون. لكن هو أنا أعتقد يشعر بكثير من تأنيب الضمير. لماذا؟ لأنه يعرف جيدا أنه أحيانا يقول ما لا يشعر به، أو يقول عكس الحقيقة تماما، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمغرب، عندما يتعلق الأمر بتنظيم المغرب للبطولات، عندما يتعلق الأمر بإدارته أو استراتيجيته لمكنته على المستوى الرياضي. على الأقل كنتكلم مكنته من أن يكون من سادة كرة القدم الإفريقية. هذه الأمور يعرفها جيدا. يعرف أيضا طباع المغاربة، ويعرف أيضا كم احترف به المغاربة. وربما أن هذا أصبح الآن موضوع نقاش عمومي في المغرب. هل نحن نبالغ في الاحتفاء بالآخر؟ هل نحن نبالغ في الترحيب بالآخر؟ ألا يكون أجدى وأجدر بنا أن نحتفي بأبناء وطننا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أوصى الأقربون في الأقربون. طبعا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوصى بهذا الأمر. صدقة في المقربين أولى. صدقة هي ابتسامة، هي كلمة طيبة، هي أداء مصلحة، ماشي صدقة عينية بحال يعرفوا الناس. إذن الأجدر بها من هو أقرب إلى الأقرب. يعني لا أنسى بعد ذوي ديالي ذوي القربى ونمشي لما هو أبعد. أحيانا مطرب الحي لا يطرب عندنا. أعتقد يجب القطع مع مثل هذه التعبيرات هذه. مطرب الحي لا يطرب. اليوم مطرب الحي يطرب، بمعنى أن الوقت اللي اعتمدنا على سواعد مغربية وفكر مغربي أنتجنا الكثير من الأشياء المبهرة في جميع المجالات. كنت تكلمش أنا فقط على كرة القدم، كنت تكلم على مجالات إبداعية خلت المغرب يترانسفورما. الذين جاءوا لزيارة المغرب وربما كانوا كيشاهدوا مشاهد في التلفزيون وقفوا بإعجاب قبل الإعجاز على ما شاهدوه. أدركوا فعلا على أن هذا المغرب يعني تطور بشكل وكأنه يشتغل ليل نهار ولا يتوقف. وقد عبروا لكن شوف، احنا دائما محسودين في النعمة. دائما ما كتكون هناك غيرة. هناك من يعبر على الغيرة بشكل إيجابي، من يعبر عنها بشكل سلبي. هناك من في مثلنا المغربي الشائع تيقول لك عند لا تحسد. عاند لا تحسد، هذه معقولة ودي السي بدر دير إدريس. المهم دابا رجعتي من الدوحة، نقولوا لك الحمد لله على سلامتك. جوتي الديكالاج غير بعدا بلاتي. قطر والمغرب. انت اول من انتشلني من هذا فريق التوقيت. واش شي كيمياء ولا ما عرفتش؟ كاينه شي كيمياء اخرى عاوتاني. كاينه شي كيمياء. اللحظه اللي فكرت فيك قلت غيكون وصل. وانا نكتب لك وانا رديت عليك، رديتي قلتي لي يلا وصلت. الله يعطيك الصحه. تجاوزتي الديكالاج غير تجاوزتي الحاله ديال التقليقه والحسره والإحساس بالشمتة، ولا باقي بدر الدين الإدريسي؟ حتى أكون صادقا معك إلى غاية الآن أنا محطم ذهنيا. محطم ذهنيا. علاش؟ لأن تحالفت الكثير من الأشياء في أن تجعل هذا السقوط. ما كنقولش أنا بأنه أتونسيون حتى لا يفهم كلامي بالخطأ. أنا سعيد كون أن بلدي قدمت لإفريقيا أجمل وأفضل نسخة على الإطلاق
ديال كاس محسومه محسومه. طيب باش نكونوا واضحين، انا محطم لجوج ديال الحوايج. محطم اولا لاننا ما توجناش باللقب، ومحطم ثانيا لان هناك من جاء بفكر متآمر ليفسد العرس الذي انفق عليه المغرب ما انفق من جهد ومال باش يخرجوا بهذه الصوره المثاليه والرائعه. هناك لغايه الاسف من جاء بفكر متآمر دبر ليلا من اجل نصف الاحتفال. وانا غادي نقول لك واحد القضيه السي دابا انت عندك بنيه ولا عندك وليد الله يخليهم لك، امين، غتعمل عرس. المغاربه باش تيقول لك العرس عرس ليله تدبيره عام. صحيح. اذا عام، وانا كنرتب لهذا الموعد، لهذا العرس الافريقي اللي غادي نعبر فيه على افريقيتي، وغادي نعطي فيه اشارات قويه على انني اسيدي رجل اقوال ورجل افعال، ولست مجرد رجل اقوال. وانت كتعرف كنعرض على الناس كتعرف بانه الكثير من الدول تجيد الاقوال وليس لها من الافعال ما يمكن ان يؤكد على صدقيه الاقوال عندها. احنا قصدنا ان تكون افعالنا على قدر الاقوال ديالنا، وقد فعلنا. قد فمنا قد درعنا. مزيان. اذا عملنا العرس وكان كل شيء غادي. كانوا دي سكوس، كانت هناك اهتزازات حسينا بها. انا نقولها لك، هادشي مع انطلاق بدات من داك التخاريف ديال هوغو بروس مدرب جنوب افريقيا الذي قال، وهو يقيم كيمشي كيلعب في مدينه اكادير في اجواء رائعه جدا وكذا، قال على انني ما شعرش بالحراره ديال كاس افريقيا الامم اللي كانت في كوت ديفوار. الله يا ودي، وهذاك ما كانش الحراره لان كان شويه البرد هذاك يعني كيتكلم على مباراه ديالو حضروها مع مصر، حضروها تقريبا 35,000 متفرج. وحنا كنعرفوا بانه ملي كتكون كاس افريقيا الامم شكون هي المباريات اللي كتغيني لا فول او اللي كتجلب الجماهير؟ مباراه ديال المنتخب المضيف طبيعي. فبالتالي 35,000 اجواء رائعه جدا، تجي انت تقول على ان هذه البطوله على مستوى الحرم. ثم ايضا مؤشر على انه بدليل انه جاه الرد على السريع وعاود هذه القضيه، او قال لك ان مراتي شعرت بالخوف وهي كتمشي في وسط لافول في وسط الجماهير. الله يا ودي، المغرب امن مطمئن ولا؟ هل سجلنا حدث ولو حدث معزول؟ سيطره امنيه مطلقه، بحيث انه كانت واحد انسيابيه رائعه جدا. شوف واحد القضيه شفتها انا في الملاعب، وانا راه من الدوحه اشاهد كل شيء. كنشاهد وكنت اعجب بهذه القضيه لما كنمشي نتفرج في المباريات ديال البطوله الاسبانيه. انا مدريدي باش تعرفها، ملكي دائما. لا اتزعزع قيد انمله. فبالتالي كنمشي لسانتياغو برنابيو، اعجب ملعب ديال كدا و60 او كدا و70 الف متفرج، يعني تفتح الابواب ساعه الا ربع قبل بدايه المباراه. تصور ساعه الا ربع، بعد نصف ساعه كل شيء جلس في مكانه. بعد نهايه المباراه نصف ساعه الملعب خلا من هذه الامور. شاهدتها في المغرب لاول مره. صحيح ان الجامعه او اللجنه المنظمه خاصه في مباريات الفريق الوطني تفادين ذاك الازدحام الشديد، لان احنا المغاربه عزيز عندنا الزحام. فبالتالي لكن بعد نهايه المباراه كتشوف كيفاش لانه كيكونوا الزملاء ديالنا اللي كياخذوا التصريحات، يا اما اللي كيكون عندهم استوديوهات داخل ارضيه الملعب، كيبان لك بان المدرجات فرغت بالتمام. فاذا كل شيء كان منظم بطريقه جيده وبطريقه امنه. وهنا يجب ان نهنئ كل من ساهم من قريب او بعيد في تأمين الأمور اللوجستية على مستوى النقل، سواء الجوي سواء البري، لا الخطوط الملكية المغربية، لا أيضا الخطوط السكك الحديدية، لا أيضا السيارات، لا الحافلات، لا أيضا التأمين. وأنا كنت من الناس اللي تكلمت قبل بداية كأس أفريقيا الأمم، وكنت أعرف على أن هناك من سيأتي ليتحرش بكأس أفريقيا الأمم بتنظيم المغرب لهذه التظاهرة. وكنت ملح في أنه يجب أن تكون لنا حزمة أمنية قوية جدا ما يشعرش بها
المتفرج، لكن تكون عنده درجة يقظة عالية جدا في احتواء أي مشكل يمكن أن يقع. إذا يجينا أنا هوغو بروس ويتكلم لنا على هذه الأمور دوزناه. بعد ذلك كيجيني المدرب ديال المنتخب المصري سي حسام حسن ويطلق ديك التصريحات. ولعلك اليوم شاهدتي بعد ما كان هناك واحد المؤتمر صحفي تعقد مع وزير الشباب والرياضة المصري وأيضا مع هاني بوريدة، الرجل وكأنه اعتذر عن كل ما بدر من أقوال. حيا المغرب وحيا التنظيم وحيا الإقامة وحيا كذا كذا كذا، حتى أنا الآن أقول ربما الرجل كان مهلوسا عندما كان يقولها، وإن كان إلى صحة هذه العبارة لأنه كانت أثارت الدهشة. إيثان مبابي إلى منتخب الجزائر بعد أن كانت الأولى مع اللاعب لوكا زيدان ابن الأسطورة الفرنسية من أصول جزائرية زين الدين زيدان الذي اختار حراسة مرمى منتخب الجزائر في البطولة الماضية في كأس أفريقيا. الآن جاء الدور على اللاعب إيثان مبابي أخ اللاعب كيليان مبابي. طبعا في شكوك لأنه يمكن أن يمثل فرنسا ولا، لأنه ليس بنفس مستوى أخاه كيليان مبابي، لذلك اللاعب اختار أن يختار منتخب الجزائر، وفي إمكانية كبيرة أنه يتم استدعائه لبطولة كأس العالم القادمة. هذه الفرصة التي جعلت كثير من اللاعبين على اختيار مبابي وأيضا إلياس زيدان أخ لوكا زيدان أن يختار المنتخب الوطني هو مشاركته في بطولة كأس العالم القادمة، والتي كثير من اللاعبين يتمنوا أن يشاركوا فيها حتى يتحسن سيرتهم وتتحسن مستواهم وتجيهم عروض أفضل وأفضل. بالإضافة أيضا إلى في إمكانية أنه يتم لاعبين آخرين انضمام المنتخب الجزائري في الأيام القادمة على غرار موهبة نادي ليون وأيضا على لاعبين آخرين. الأيام القادمة ستوضح كل شيء.